مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. ولا تنسوا دعم منها التسليح ما تنساوش باللي في الآونة الأخيرة منذ تقريبا 8 سنوات رانا شرينا أسلحة اللي غالية بزاف ماهيش رخيصة. الرواسة باعوا الاس 400 2 دول فقط، احنا منهم، ومنظومة معترف بها دوليا أنها الأقوى منظومة في العالم للدفاع الجوي. قبلها شرينا سي دي باتري انتي ايريان. سي دي باتري تضع لي باتري انتي ايريان. في واحد يجي يشوف يصيب أي هدف جوي، صاروخ، طائرة، أي هدف جوي يصيب. الاس 300 شريناها قبلها نفس الشيء. الناس ما تعرفش، عاودنا كل السيستم رادار اللي كان موجود القديم في الجزائر عاودناه كامل اللي يتوافق ويتماشى مع هذا النوع من المنظومات الأسلحة. وماهوش سر كذلك أن موجود حتى في الانترنت، موجود حتى في اليوتيوب بالصورة وبالتعليق. شرينا البوك دوزام اللي يقولوا كان السبب في اسقاط الطائره الماليزيه فوق اوكرانيا، وهو صاروخ يعني ذو دقه عاليه ويتعامل مع عده اهداف في وقت واحد، يصل التعامل مع حتى 100 هدف. شرينا قبل البوك دوزام كذلك ماهوش سر، موجود حتى في الانترنت، البانسير 1 والبانسير 2، هذه كلها منظومات الدفاع الجوي على الاقليم. ذوك نقول لهم علاش شرينا هذا المشاكل هذه. احنا قبل ما نبداو نشريو هذا السلاح كان البلافون تاعنا، لو بلافون 15 كيلومتر. اليوم البلافون 250 كيلومتر. le S400 il a une portée de 250 كيلومتر. شوف الفرق في الحمايه الجويه من 15 كيلومتر الى 250 كيلومتر. اليوم الادنى من الصواريخ هو 20 كيلومتر، الادنى يعني البلافون الصغير قاعد لتحت. نبداو من 21 في الدفاع الجوي عن الاقليم، من 21 كيلومتر الى 250 كيلومتر. هذا النوع من الاسلحه معروفين على المستوى العالمي، بامكانهم التصدي لهجوم واسع من الطائرات القتاليه، لهجوم واسع، وحنا جيراننا غير قادرين على القيام بهجوم واسع للطائرات القتاليه. اذا هذا السلاح قادر يتعامل مع قوى اكثر من الجيران اللي راهم يتعنطروا علينا هذه الايام. ناكد للمواطن الجزائري انهم غير قادرين حتى على التفكير في الوصول الى الحدود الوطنيه. عندي بوك حد زالي مروان جود. خليني نكمل لك هذا فيما يخص التسليح، وما نهدرش على القوات البريه والشرينا لها من اسلحه وكذا، من دبابات معاصره ومن صواريخ ومن ميمدال وغيره. انا لا اتباهى هنا. شكرا لكم لمتابعه الفيديو، ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك.